في ظل الأحداث اللي بتحصل هتفضل مصر دايما هي اللي بتحاول تتفاوض وتحل القضية لغاية لما يرجع لأهالينا حقهم، وإن شاء الله ده يحصل عن قريب. وطول عمره الدعم الشعبي أكتر من الدعم السياسي أو الدبلوماسي، لأنه نابع من إحساسنا بإخواتنا. بس الحقيقة في كلام كتير بيدور وبيتمحور حوالين إن حل القضية في إيد مصر، وإن مصر تحل العقدة بقى اللي عندها. أصل مصر معقدة أوي. يعني إيه المشكلة لما يسيبوا إخواتهم الفلسطينيين يجوا يعيشوا عندهم في سينا؟ عادي، حتة صحراء وتشيل الناس دي كلها. انت ليه مقفل دماغك؟ طب ايه رأيك لو تاخد حبة فلوس؟ اوعوا يضحك علينا بالكلام ده عشان نفرط في ارضنا، ومحدش اصلا يقدر يوافق انه يفرط في شبر من ارضها. ومع احترامنا لاخواتنا الفلسطينيين اللي هم اصلا مش موافقين لانهم واعيين وفاهمين، لكن الحل الحقيقي يا كوهين انك تدي الناس ارضها اللي مغتصبة من سنين. وارض سينا اللي عينك عليها ما رجعتش ببلاش، دي رجعت بالدم، يعني ما ينفعش نفرط فيها. وما فيش اساسا لا بيت ولا عيلة ولا اسرة فيك يا مصر، من شمالها لجنوبها شرقها لغربها، الا ما عندهم شهيد ضحى بدمه عشان الارض دي ترجع لاهلها. وكل ده وعايزني اسيب ارضي عشان تكمل بلطجة؟ ده احنا بنحتفل حتى باليوبيل الذهبي ال50 سنة على مرور حرب اكتوبر ورجوع ارضنا لينا بالتخطيط والاصرار والعزيمة. طولة اهل البلد دي وجيشها العظيم والتخطيط السليم اللي بيدرس لغاية وقتنا هذا في كل الكليات العسكرية، ومش لاقيين ليه إجابة. عملوا ده ازاي؟ يا ابني انت ما تفهمش، ده احنا مصريين. ولا نسيتوا الأسرى بتوعكم لما رجعوا لابسين بيجامات كاستور؟ قد ايه العار اللي عيشناه فيهم. تخيل بقى بعد ده كله يجيلك حد يتنطع عليك ويقول لك ايه يا اخي ما تحل القضية، انت مش شايف المأساة اللي فيها اخوانك الفلسطينيين؟ وكلامي ده علشان الناس توعى وما يضحكش عليها في اجيال طالعة مش فاهمة ايه اللي بيتلعب عليها. وحقهم لانهم بيحبوا اهلهم وصعبان عليهم اللي بيحصل لهم. خليك دايما واعي، لان ولاد الافاعي متخصصين في اللعب في الدماغ. خلي بالكم، مصر الوحيدة اللي دايما بتسعى انها تدخل المعونة لاخواتنا في غزة رغم العمليات العسكرية اللي اتعملت جنب معبر رفح، لكننا كنا مصممين والنهاردة قدرنا نوصل لهم بعض الإعانة. وأي بلد نفسها تساعد بتساعد عن طريق معبر رفح، يعني عن طريق مصر. فبلاش حد يزايد علينا، احنا اللي دايما مصدرين نفسينا. يعني مصر كده كده هتفضل هي الحل زي ما طول عمرها هي الحل، بس عمر الحل هيجي على شبر من أرضنا. نبهوا ولادكم وولاد ولادكم وانشروا الفكرة وسط الناس. القضية يوم ما نوافق على الفكرة دي خلاص بقت منتهية، هيجي جيل ما ياخدش باله وتنتهي معاه القضية. ما هو يوم ما يهجروا اخواتنا خلاص ما بقاش فيه أساسا من الأصل قضية، وعليها السلام ساعتها كل دماء الشهداء اللي تروت بيهم الأرض النقية الذكية. وتحيا فلسطين مدى الحياة حرة أبية. سلام عليكم، مسوا بالعافية.